عسلامة، مرحبا بكم. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعافية. اليوم ان شاء الله باش نعمل الطريقة التالي بالدجاج والفطر. مكوناتها عندي هنا البصل قصيته جيد، التوابل عندي فلفل اسود، ملح، ريحان، ثوم، وعندي هنا تابع مرق الدجاج، شامبينيون. خديت 300 غرام شامبينيون، وخديت 300 غرام دجاج اللي قصيته جيد، شويه زيت، ملعقتين اكل زيت، وعندي هنا كريمه سائله خاصه بالطبخ. باش نبدا على بركه الله. باش نحط طاوة الزيت، البصل خليه يتقلع، نحط الثوم والفلفل الاكحل والملح، وتوا نحط الدجاج. بسم الله. عندي هنا شويه قارص، شويه ليمون نحطه على الدجاج. يعني حطيت الريحان ومرق الدجاج ونخليه الكل يطيب مع بعض وما نزيدش الماء. حطيت هنا الشامبينيون مع الدجاج ونخليه يطيب براحته. عملت هنا 300 غرام، خديت هذا النوع من العجين تاعي، نخليها تطيب 6 دقائق ونخرجها. توا باش نحط الكريمه تاعي. عندي هنا شويه جبن مرحي باش نحطه. انا حطيت الطريقه التالي. اذا الماكله نتاعي حضرت، وتوا باش نحطها في صحن التقديم. هذه فكرتي اليوم، اتمنى يا ربي نالت اعجابكم. بقيكم الف خير، في امان الله.